اعرف منين ان انا هنا الشخص ده هيسمح لي ان انا ادخل في حته خصوصيه شويه عنده ولا لا؟ ما ممكن لو سالتيه يقفل الباب في وشك. دي استراتيجيه اللي هي الدايركت، انه انت عندك مشاكل لو قلت لي كذا 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 ولا لا، ولا ما بتحبش الجانب الشخصي. بس اقول لك على حاجه، لو انت عارفه الاربع شخصيات، رابع شخصيه عمره ما هيقول لك حاجه شخصيه عنه. لو انت استغلتي الموضوع ده صح عمره ما هيزعل. لو حس ان تم استغلال الوضع ده في مواقف بعد كده، ان دي انت عشان عارفه ان انا مثلا منفصل فانت عملتي كذا، لا. فالحاجات الشخصيه استغليها كويس قوي، بس استغليها صح. ولازم تبقى انت بتاكدي فهمك للموضوع معاه. طالما فتح قلبه وقال حاجه شخصيه مش المفروض ان كتير يكونوا عارفينها، فهو بيستقبلها بعد ما يشوف رد الفعل منك. ولو حكى لك حاجه شخصيه ورحت انت قعدتي تسمعيه وفي الاخر عملتي ايه؟ سديتي ودانك، لو ما خدتيش اكشن هيبدا انا يحطك في اطار ايه؟ طب انا حكيت لها ليه اصلا؟ انا بعد كده مش هقول لها حاجه شخصيه. البني ادم بيحب حاجه اسمها الامباثي، اللي هو ايه؟ يحط نفسك مكاني ويتخيل ويبقى نقلب الكراسي وتعالى ساعدني بدل ما انت قاعد بتتفرج عليا من بره.